السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا على قناتنا الحروق تيفي. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة لكل متابعينا عبر تراب الوطن. إذا مشاهدينا الكرام، ترتقب مصلحة الأرصاد الجوية خلال يوم الأربعاء الموافق للرابع من أكتوبر 2023، حيث سنسجل خلال الفترة الصباحية أجواء غائمة نسبيا خلال الساعات الأولى لصبيحة يوم الأربعاء بإذن الله، والتي ستميز أغلبية الشمالية الوسطى والغربية على كل من ولاية تيزي والزوب ومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازا، شلف، غليزان، معسكر، سيدي بالعباس، وكذلك كل من ولاية مستغانم وهران، عين تيموشنت، وسواحل ولاية تلمسان. وستستقل الأجواء بعد ذلك بإذن الله لنشهد أجواء مستقرة مشمسة على أغلب الولايات الشمالية وكذلك المناطق الشمالية والجنوبية للصحراء. أما خلال أمسية يوم الأربعاء فسنشهد أجواء غائمة بإذن الله على أقصى المناطق الجنوبية للصحراء، مرفوقة بتساقط أمطار رعدية جد غزيرة بكمية ترتقب أن تصل أو تتعدى 40 ملم محليا، والتي ستميز خاصة ولاية تمن راس. وستبقى الأجواء مغشاة جزئيا على أغلب الولايات الشمالية الوسطى، وأجواء مستقرة مشمسة بإذن الله على أغلب الولايات الشمالية الشرقية وكذلك الولايات الشمالية الغربية وحتى المناطق الوسطى والشمالية للصحراء. كما سنشهد رياح قوية نوعا ما مع تطال الرمال قد تصل سرعتها وتتعدى 50 كم في الساعة، والتي ستبقى تميز المناطق الوسطى والغربية للصحراء ابتداء من ظهيرة يوم الأربعاء بإذن الله على كل من ولاية تندوف، بني عباس، المنيعة، أدرار، عين صالح، وولاية تمن راس. أما فيما يخص حالة البحر فسنشهد بحر من معتدل إلى قليل الاضطراب على أغلب الولايات الساحلية الوسطى والغربية، وبحر معتدل بإذن الله على أغلب الولايات الساحلية الشرقية. أما فيما يخص درجة الحرارة القصوى ليوم الأحد نسجل ما بين 26 إلى 28 درجة لأغلب الولايات الساحلية، ما بين 29 إلى 32 درجة لأغلب الولايات الداخلية، و30 درجة شمال الصحراء، ما بين 31 إلى 37 درجة بوسط الصحراء، و38 درجة بأقصى الجنوب. شكرا على المتابعة، ولا تنسى الاشتراك في القناة لنوفيكم بكل المستجدات.